بص يا اسطى، انا في الفيديو ده هقول لك ازاي تبني جسم انت تبقى فخور منه. ماشي، سيبك بقى من ان انت تبني الجسم الاستيتيك، سيبك من انت تبني كده. ازاي تبني جسم انت نفسك فخور منه؟ بجد انت ممكن تبص في المرايه تقول لنفسك انا مبسوط ان انا بنيت الجسم ده. فانا لخصتهم في تقريبا 4 ستيبس، 4 حتت. الفيديو مش هيطول ده، يعني هجيبه لك بسرعه الخصه لك واحاول الم لك اكتر حاجات مهمه في اقصر فيديو اقدر اعمله. فاولا المينتاليتي بتاعتك. المينتاليتي بتاعتك بمعنى ايه؟ دلوقتي انت لما تبدا الجسم في لما تبدا الجيم تبدا الجسم لما تبدا الجيم في انواع فيزيكس كتيره جدا، ممكن تختار انت عايز ايه فيهم. مثلا انت طبعا احسن حاجه مهما كان انت بتبدا ايه في حياتك، احسن حاجه ان انت تحط لنفسك هدف عشان تبقى عارف انت ماشي في انهي طريق، مش تايه، مش جرب كده وكده كل شويه. فالمينتاليتي بتاعتك تظبطها ازاي؟ في انواع فيزيكس كتيره زي البير فيزيك، اللي هو الواد اللي بيبقى ضخم قوي بقى وحرفيا بتحسه بودي بيلدر، ما بيطلعش من الجيم، بايت جوه الجيم. ده البير فيزيك، ده اللي هو الضخم جدا جدا جدا. حتى بتحس ان هو شكله ما بقاش حلو قوي عشان بتلاحظ ان هو طلع له كرش، مع انه هو عضل يعني، بس بتلاحظ ان هو طلع له كرش شويه. ده البير فيزيك. وبعدين في الفيزيك بتاع الاثليت، اللي هو الفيزيك بتاع الراجل اللي بيجري ولا الراجل اللي بيلعب باسكت ولا كوره. بتلاقيه شكله حلو بس ما بيبانش قوي غير لما يقلع التيشيرت. بتحسه رفيع شويه، بتحس العضله مش باين غير لما بجد يقلع التيشيرت. وبعدين بقى في الفيزيك التالت اللي هو الاستيتيك، الحاجه اللي في النص اللي بتنفع كده شويه وكده شويه. لما يبقى لابس تيشيرت بيحس ان في عضل، ولما يبقى قلع التيشيرت بيبقى شكله حلو فشخ برضه. انت اختار اللي انت عايزه. مش هعرف اقول لك تختار الحاجه اللي انا بالنسبه لي اكتر واحد عجبني انا الاستيتيك فيزيك، بس انا بحب الاستيتيك ما بين استيتيك وبير. الضخامه كده اللي في النص شويه على كبير شويه، وفي نفس الوقت بحس عايز يكون استيتيك شويه. حاجه شبه الممثل بتاع سوبرمان اللي هو اسمه هنري كافيل ده. فعامه يعني ده اللي انا بحبه. انت ممكن تحب اي حاجه. مهم انت لما تختار اللي انت بتحبه في اول قبل ما تبدا الجيم على طول تختار انت عايز، انت بتحب ايه، انت عايز توصل لايه. ما تخليش اي حد تاني بقى ولا اي شكل تاني يغير رايك، غير لو انت بجد مقتنع ان الشكل التاني احسن. بمعنى ايه؟ انا بادئ الجيم، لما تعرفنيش يعني، انا بادئ الجيم وجسمي كان حاجه اسمها سكيني فات. سكيني فات اللي هو ولا رفيع ولا تخين، هو جسم مش حلو. عارف اللي هو الجسم اللي بتحس ان انت عندك من الجناب طالعه، جنابك طالعه شويه، وعندك بزاز واقعه شويه، وعندك كرش شويه صغيرين بس مش قوي. ده السكيني فات. انا البدايه دي في النص، ودي بتلخبط ناس كتيره جدا عشان ما بيعرفوش يعملوا بالك ولا كت. ما بيعرفوش هو انا المفروض اخس ولا انا المفروض اتخن، عشان هو ما عندوش عضل كفايه ان هو يخس، وما عندوش وما عندوش يعني هو مش رفيع عشان هو يحتاج يتخن، فاهم قصدي؟ فهو ما بيعرفش يعمل ايه. الموضوع ده بيلخبط قوي. المهم انت اختار اللي انت عايزه، اختار التارجت اللي انت نفسك فيه. لو انت عايز استيتيك فيزيك، يبقى مش لما تلاقي واحد تاني ضخم جنبك تقول ده جسمه حلو انا عايز ابقى زيه تغير رايك في ثانيه. لا، خليك في اللي انت مركز فيه، عشان لما تغير المينتاليتي بتاعتك كل حاجه بتقع. يعني انا كنت قاعد بعمل بالك. البالك ده اللي هو انا هشرح لك في حته الدايت في تالت حته في الفيديو تقريبا ولا رابع حته. بس البالك اللي هو لما بتاكل اكل كتير زياده على اللي انت بتحرقه في يومك فبتكبر. بس انت في بقى انواع اللي هو بتكبر تخن ولا بتكبر عضل والكلام ده كله. المهم انا كنت على بالك فكنت بكبر. فكان شكل ما عنديش ابز، ما عنديش اي حاجه. وكان شكل بطني اللي هو مش اعلى حاجه عشان أنا لسه بكبر، بس ما بديتش عضل، ما عملتش حاجه، فاهم؟ لقيت واحد تاني عنده ابز. على طول دماغي بقى انا عايز ابقى زيه، انا عايز ابقى عندي ابز. خلاص انا مش هعمل بالك، هعمل كت. ايه ده يا اسطى؟ طب ما انا كنت ماشي على بلان وكنت حاسب كل حاجه، بس عشان شفت واحد قدامي شكله حلو وكنت عايز ابقى زيه بوظت كل حاجه، خربت كل حاجه قدامي خلاص. فاهم؟ فخلي المنتاليتي بتاعتك ثابته، حط هدف لنفسك وخليك ماشي عليه. مش لما اي حد يقول لك اي حاجه تروح انت اللي هو لا. عندي واحد صاحبي مقتنع ان انا المفروض اعمل كت مش بالك، انا مقتنع ان انا المفروض اعمل بالك. هو اصلا مش عاجبه الشكل اللي انا عايزه فيه في الاخر. هو بيحب شكل وانا بحب شكل. مش هخليه رايه بقى هو اللي يختار لي انا. هو مش هو جسمي مش جسمه، فاهم؟ يعني انا اللي هختار اللي انا بحبه. فدي اولا، دي حته المنتاليتي. ومع انك هتكون داخل الفيديو مستغرب انا ليه بتكلم على منتاليتي وكل حاجه قبل ما اتكلم على ازاي تبني جسم حلو، عشان دي حته مهمه قوي منها، ولو فاتتك هتقع جامد. المهم انا داخل بقى على تاني حته، اللي هو اختار اللي انت بتحبه. اختار نوع التمرين اللي انت بتحبه. بص، لما تبدا الجيم وتكون عايز تبني جسم جامد فشخ، كل حد بيقول لك انزل الجيم شيل حديد ما اعرفش اعمل كذا. ده اسرع واحسن طريقه تبني عضل، صح؟ لو هنتكلم، استنى طيب كلمتي بطبعا بس كاتشي، معلش يا اسطى. المهم يعني، فلو هنتكلم على بيورلي اللي هو يعني ازاي تبني عضل بس من غير اي حاجه تانية، من غير اي زيطه وزياده، طبعا الجيم هيبقى احسن حاجه. يعني مش هقدر اقول لك حاجه، الجيم بجد ان انت تشيل اوزان تشيل حديد والكلام ده كله هيبقى اسرع طريقه تبني عضل. عشان انت ممكن تختار العضله اللي انت عايز تشغلها بالظبط، ممكن تبريورتيز اللي انت نفسك فيه، فهي اسرع طريقه.
بس لو انت ما بتحبش حاجه هل هتعملها عدل؟ يعني انت لما تروح المدرسه عندك ماده بتحبها وماده بتكرهها، هل هتعمل نفس البرفورمانس في الاثنين؟ حتى لو اللي انت بتكرهها اسهل، هل هتعمل نفس البرفورمانس؟ ولا اللي انت بتحبها غصب عنك هتعمل احسن عشان انت بجد عايز تعملها مش انت بتحبها؟ فاهم؟ فاختار اللي انت بتحبه. في انواع تمارين كتير، ممكن انت تكون بتحب تتمرن، انت بتحب تجري وتروح الجيم في نفس الوقت فتتمرن هايبرد. ممكن انت تكون بتحب تتمرن جيم حديد وما اعرفش مين وضخامه ونفسك في شكل كبير، اعمل اللي انت بتحبه. ممكن انت تبقى زيه وبتحب حاجه زي كاليستينكس دي بالنسبه لي هي اللي بنت لي كل جسمي اصلا. ممكن انت تكون بتحب كده، اعمله. انا قعدت 3 سنين ولا 3 سنين ونص بتمرن جيم وبودي بيلدينج والكلام ده وبيشيل اوزان وحديد، وزهقت قوي، كنت بكسل، وكنت يعني بكسل في ايام كتيره جدا. كنت بروح شهرين ثلاثه ولا شهرين اربعه في الشهر في السنه، وبكسل 8. فما كنتش ببني اي حاجه، كان بجد وحشه. جربت كاليستينكس ل 8 شهور ما وقفتش حرفيا. مفيش غير دلوقتي بوقف حاجات صغيره يعني، بس في ال10 شهور كلهم تقريبا رحت 9. فيعني لا، في فرق. انا بحب كاليستينكس. انت ممكن تكون بتحب بودي بيلدينج، ممكن تكون بتحب هايبرد، ممكن تكون بتحب باسكت او كوره او وات ايفر، بس اعمل اللي انت بتحبه، ده هو اللي هيبني لك احلى جسم. كاليستانكس عارف يبني لي الجسم ده لده، وبودي بيلدينج ما بناليش حاجه حرفيا. بودي بيلدينج انا كبرت كسن بس ان انا عرفت اروح من ده لده. اللي انا قلته لك، الصورتين اللي انا قلتهم لك دول في كاليستانكس في 9 و10 شهور، لا ترانسفورميشن رهيبه يعني، بس عشان انا كنت بحبه بجد. فاختار اللي انت بتحبه، ده اللي هيبني لك احسن حاجه. تالت حاجه بقى، بص، انا زي ما بقول لك، انا بالنسبه لي انا الشكل البير الكبير قوي اللي بحس عنده كرش ده شكله وحش، والشكل الرفيع ده بالنسبه لي انا، ها، ده رايي انا، ما يبقاش رايك انت. ال ال البير فيزيك اللي هو كبير قوي ده وحش. السكيني فيزيك بقى اللي هو بتحسه باين بس لما يقلع التيشيرت، ومش باين لما يكون عادي يعني قاعد لابس تيشيرت، ده اسمه الاثليتيك فيزيك. انا برضو ما بحبش كده، انا بحب يكون شكلي حلو وانا لابس تيشيرت عادي، حاجه في النص. فانا بقى الحته دي على اللي انا عملته وازاي انا عرفت اتحسن في كاليستانكس، وازاي كاليستانكس ساعدني. دلوقتي بقى في 7 او 8 عضلات مهمين قوي عشان تعرف تبني الجسم الاستاتيك ده، الجسم اللي شكله حلو اللي بيجذب النظر على طول لكده يعني. دلوقتي ال7 او 8 عضلات دول هقولهم لك مش بأي ترتيب يعني، داخل كده وخلاص. عندك البايسبس، عندك الابز، عندك الشيست، عندك الابر ترابس، عندك النك، عندك السايد ديلتس، عندك اللاتس، وعندك الترايسبس. هبقى اعدي على حاجه لو نسيتها. في كاليستينكس بالذات، عشان انا استخدمت كاليستينكس عشان ابني جسمي، في كاليستينكس بالذات ما بيعرفش يمرن كل عضله من دول كويس. هقول حق. بودي بيلدينج انت لما بتشيل اوزان وحديد والكلام ده، انت بتعرف تختار التمرين اللي انت محتاجها بالظبط. لو حاسس ان التشيست ناقص ممكن تخش على بنش، لو حاسس ان ظهرك محتاج حاجه ممكن تخش لات بول داون، لو حاسس ان انت كتفك الجانبي محتاج حاجه لاترال ريز. فبتختار التمرين اللي بتمرن العضله السبيسيفيك دي بالظبط. في كاليستينكس انت مش كده. في كاليستينكس تمرين الظهر عقله اللي هي بتمرن لاتس، وبتمرن فور ارمز، وبتمرن بايسب، بتمرن عضلات كتيره. في كاليستينكس التمرين التشيست بتبقى ديبس اللي هي بتمرن ترايسبس وديبس، البوش ابس اللي هي بتمرن ترايسبس وديبس، بتمرن ترايسبس وتشيست. فالتمارين تحسها كومباوند اكسرسايز، بتمرن كذا كذا عضله في نفس الوقت. ففي عضلات بتبقى ناقصه، في عضلات ما بتتمرنش كفايه، انا بعوض. بمعنى ايه؟ مثلا العضله اللي هنا دي اللي بتدي كتفك عرض، بتدي جسمك، بتخليك عريض كده شويه فبين ضخامتك يعني. العضله دي اسمها سايد دلتس. وفي كاليستينكس مفيش اي حاجه بتمرن سايد دلتس حرفيا. انا من ال10 شهور اللي بتمرن كاليستينكس مفيش تمرينه واحده بتمرن سايد دلتس. ماشي. فانا بعوضها بعد ما اخلص تمرينتي الكاليستينكس العاديه، اروح طالع فوق في حته الجيم واروح اعمل لاتر ريزز. بعوضها يوم ويوم اروح اعملها، اكون عملت اللي عليا. بس لسه التمرين الاساسي كاليستينكس، فلسه ببقى مبسوط بوقتي. بيبقى التمرين اللي في الاخر كده بس بعملها عشان في عضله ناقصه. طب تمام. في كاليستينكس ما بيعرفش يمرن ابر ترابس غير بحاجه، غير بهاند ستاندز او بول هاند ستاندز وكلام كده، وحتى محتاج تعملها كتير عشان بجد تحس بيها. انا ما بعملش هاند ستاندز كتير في التمرينه، فبعوضها بان انا اعمل شrugs اللي هي التمرين اللي كده دي. في مثلا انكلاين بنش، او سوري ابر تشيست. ابر تشيست ده التمرين اللي بتمرنه في كاليستانكس، التمرين اسمها دي. بس عشان تزود وزن في تمرينه زي دي انت محتاج تجيب شنطه وتروح حاطط جواها اوزان، او تشتري فيست ب 3000 جنيه ولا حاجه. الموضوع رخم بالنسبه لي يعني، ماليش خلق اعمل كل ده. فبقى بطلع فوق في الجيم العب انكلاين بنش في اول او في اخر التمرينه، المهم اعوض بانكلاين بنش، اكون مرنت نفس العضله. بس
التمرين الاساسي زي ما بقول لك هو لسه كاليستنكس، لسه اللي انا بحبه. ما خليتش بودي بيلدينج يمتص كل التمرين بتاعي ويبقى تماريني كلها ماشينز وكلام انا اصلا ما بتمرنش ماشينز برضه، اخري بستخدم الكيبل، فاهم؟ طب ماشي، اخر حاجه في الفيديو بقى هتبقى اكلك. بص يا اسطى، بجد 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 احسن حاجه ممكن اقولها لك، اعمل سيرش على جوجل كالوري كالكوليتر، وحط وزنك وحط اللي هو بيقول لك عليه. هيقول لك انت بتحرق قد ايه بالشبه كده، عشان اقول لك حق يعني الام بودي مش اكيوريت خالص. واكتر حاجه انا بستخدمها اكيوريت هو الكالوري كالكوليتر ده. فبالشبه كده عايزك تروح تحط وزنك، تحط كل حاجه، راجل ولا بنت وما اعرفش مين، تحط كل الكلام ده وتقول انا بتمرن قد ايه في الاسبوع، وهيقول لك انت بتحرق قد ايه. انت بقى، انت مقتنع من نفسك انت عايز تكبر ولا عايز تخس؟ مش عشان الناس بتقول لك ايه، مش عشان الراجل اللي حواليك شايف ان انت تخين، مش عشان صاحبك مقتنع ان انت المفروض تخس. انت شايف ايه؟ انت عاجبك جسمك دلوقتي ولا عايز تكبره ولا عايز ترفعه؟ طب تمام، لو عايز تكبره لازم تطلع فوق الكالوريز دي، لو عايز تصغره لازم تنزل اقل من الكالوريز دي، عشان الكالوريز دي اللي انت بتحرقها في يومك. فلو طلعت فوقيها يبقى انت هتكون بتزيد وزن عشان بتاكل اكتر من اللي انت بتحرقه، ولو نزلت تحتيها هتكون بتخس عشان بتحرق اكتر من اللي انت بتاكله. ماشي، تمام. فانت اختار اللي انت محتاج تعمله، بس ده بقول لك هو مش اكيوريت قوي يعني، الكالكوليتر ساعات بيتلخبط، فاحسبها على مدار، يعني لو هو مثلا مديك ان انت بتحرق 2500، احسبها مثلا من 2400 ل 2600، فاهم؟ احسب 100 كده، 100 100 طالع و100 نازل عشان تضمن ان انت بتحرق ولا شغال صح يعني. ولما تيجي تزود زود ب 300 جرام ولا 50 ولا 500، لا ل 300 ولا ايه، من 300 ل 500 جرام. مهما كان، لو هتعمل ديفيسيت اعمل 300 و500 جرام ديفيسيت، لو هتعمل ديفيسيت اللي هو بتاكل اقل، لو هتاكل سيربلس اللي هو اكتر اعمل 300 و500 جرام برضو عشان تضمن يعني. ده اللي انا كنت بعمله يعني. طب ماشي، اكل ايه بقى؟ حرفيا، حرفيا كل اكل فيه بروتين وفيه كاربس وفيه كالوريز. الكاربس بتديك طاقه، ماشي. الكاربس دي عباره عن حرفيا طاقه انت بتدخلها جسمك، لكن لو ما حرقتش الكاربس، الكاربس بتتحول لستورد فاتس، لستورد انرجي. هي الكاربس حرفيا عباره عن انرجي، عباره عن طاقه بتتحول لطاقه مخزونه. لما الطاقه دي تتخزن بتبقى ايه؟ تبقى فاتس. هو ده اللي بيبني لك الفاتس اللي حوالين جسمك، فاهم؟ انت بقى لو كلت بروتين وما كلتش كاربز كفايه، جسمك هيبدا يحرق البروتين، فملوش 30 لازمه. انت بتدخل بروتين عشان لو انت ما تعرفش العضله بيشتغل ازاي، انت لما تروح في الجيم، ملخص في دقيقه كده، لما تروح الجيم وتمرن عضله، المسل فايبرز الصغيرين اللي جوه قوي بيتقطعوا لما تيجي تاكل بروتين، يروح البروتين عامل لهم هيل تاني، رابطهم في بعض تاني، ولما بيربطهم بيكبروا سن صغيره قوي. فشويه بشويه على مدار السنين يفضلوا يكبروا سن 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 لغايه ما العضله تلاقيها كبرت جامد. هو ده البروتين بيشتغل ازاي. الكاربز عباره عن انرجي انت بتدخل لجسمك طاقه، والطاقه دي لو ما استخدمتهاش بتتخزن في شكل ايه؟ بتتخزن في شكل فاتس، شكل تخن. طب ماشي، لو انت اكلت كالوري ديفيسيت هيحتاج غصب عنه جسمك يحرق الفاتس. ما هو الطاقه اللي عنده خلصت، الكاربز اللي عنده قلت، محتاج كاربز عشان يحرق. فبيحرق ايه؟ بيحرق التخن اللي كان عنده زمان، اللي هو كان راميه على جنب عشان مش محتاجه دلوقتي. دلوقتي هو بدأ يحتاجه عشان ما بياكلش كاربز كفايه، ما عندوش طاقه، فبياخد الطاقه المتخزنه من زمان، فدي فاتس بتتحرق. لما بتاكل في سيربلس، يعني جسمك بيحرق شويه من الكاربز بس البروتين ما بيتحرقش، فالبروتين بيساعد ان هو يبني جسمك. لو انت ما اكلتش كاربز كفايه وانت بتحاول تعمل بالك وانت بتحاول تكبر، جسمك هيحرق البروتين، فايه اللي هيعوض؟ ايه اللي هيبني العضله اللي انت محتاجها؟ انت شلته خلاص. فلازم تاكل كاربز كتيره وبروتين كتير. بروتين كتير يعني كانت تقريبا محسوبه على بير باوند اوف بودي ويت، يعني لكل باوند، لكل باوند يعني 0.8 جرامز اوف بروتين، ماشي، لكل باوند من وزنك. يعني انت لو عندك، لو انت مثلا 70 كيلو، اضرب 70 في 2.2 هيجي لك الباوندز، ماشي. هيجي لك مثلا 70 تايمز 2.2 هيجي لك مثلا 150 ولا 100 و 160 حاجه كده، ماشي. ده الاماونت اوف بروتين اللي انت ده اكتر اماونت اوف بروتين المفروض تاكله. واقل من كده شويه ممكن تاكل مثلا 140، عشان هو مش بالظبط بروتينيه لكل باوند، هو 0.8 بروتين لكل باوند. الموضوع غريب يعني، مهم يعني. ممكن لو انت مثلا 70 كيلو تاكل 140 جرام بروتين ولا 130 جرام بروتين ثابت، ماشي. كل ما تزيد وزن طبعا كل ما هتزود، بس بسيط يعني.
فحرفيا كل بروتين، كل كاربز، وجيب الكالوريز. لازم تجيب الكالوريز، مش عارف تجيبها جيبها، يعني سكه كده جيبها. انا بالنسبه لي لو هتعمل بالك، اعمل حاجه اسمها كلين بالك، اللي هو بتاكل اكل نظيف، او بتاكل within الرينج بتاعك. اه هو تقريبا اللوجيكلي within الرينج بتاعك. بمعنى ايه؟ يعني لو بتعمل ديرتي بالك اللي هو الاكل اي كلام، بتاكل اكل خرا، مش مهم هو نظيف ولا لا، مش مهم هو كويس ليك ولا لا، ممكن تفضل تدفع بيتزا طول اليوم ومش فارق معاك هتجيب كالوريز قد ايه، انت بتاكل كتير وخلاص، ده الديرتي بالك. الكلين بالك اللي هو انت بتاكل ومحسوب كل حاجه. انا بالنسبه لي اهم حاجه تحسب بجد، احسب 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 احسب. لو انت بادئ سكيني فات احسب، لو انت بادئ فات احسب، لو انت بادئ سكيني ليك ادفانتج صغير. انت لو عملت ديرتي بالك هو مش غلط، هو الصراحه يعني انت جسمك بيحرق كتير جدا لدرجه انت مهما كان كلت ايه هتحرق. فانت لو عملت ديرتي بالك وانت رفيع هتكبر، في الحالتين هتكبر. مش هقول لك انا مش ضدها يعني، بس انا نفسي ما كنتش سكيني، انا واحد صاحبي كان سكيني بيقول لي ان ده عادي، فانا برشحها لك يعني. بس ده كل حاجه حرفيا اقدر اقولها لك في فيديو. الفيديو طول اصلا، ما كانش قصدي اطوله كل ده، بس يا رب تكون قعدت للاخر عشان انا حرفيا ضمت لك تقريبا كل حاجه انت محتاجها. انا كاتب شويه الاربع حاجات اللي انت تحتاجهم، بس انا حرفيا ضمت لك كل حاجه انت محتاجها في الفيديو ده. يعني الفيديو طلع جامد فشخ الصراحه. المهم يعني، يا رب يكون عجبك الفيديو. انا عندي كوميونتي اسمها كالي جانج في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. كالي جانج دي انا هعمل فيها كورسات وكلام من ده، وبرضو عايز اخليها حاجه شبه الكوميونتي كده. بمعنى ان انت محتاج اي حاجه، عندك ناس زيك بالظبط بيتكلموا على كاليستينيك، او طبعا كاليستينكس يعني. ناس زيك بالظبط بيتكلموا على كاليستينكس، مش عارف تعمل حركه، محتاج مساعده في حاجه تمرين معين، عندك اكتر من واحد يقدروا يرد عليك يساعدوك. غير كده معاك الكورسات اللي زياده، يعني لو انت عاجبك الكونتنت ده وشايف ان انت بتستفاد، عندك حاجات زياده يفيدوك اكتر واكتر. المهم، يا رب يكون عجبك الفيديو. بس دايما اختار الجسم اللي انت محتاجه، اللي انت شايف ان انت بتحبه، مش اللي حد بيختاره لك. ده جسمك انت مش جسمه هو، ما تخليش يختار الشكل اللي هو نفسه فيه، مش انت. اشوفك في فيديو جاي.